اهلا بكم في فيديو جديد من قناة صاحب الكورة. وحشتيني جدا جدا جدا، اهلا بيكم. النهارده هنتكلم عن مباراة الزمالك وكهربة الاسماعيلية والاهلي والبنك الاهلي. هنبدأ بمباراة الاهلي والبنك الاهلي. هقول رأيي النهارده في تشكيلة سروب وخطة اللعب اللي لعب بيها، وهل سروب فهم الاهلي في الثلاث شهور او الشهرين اللي عدوا مع الفريق ولا لا. دي كلها حاجات هنعرفها، بس خربوش الشاي الجميل بتاعك وتعال. اول حاجة عندي وهي التشكيل. انا متفق معاك في قعده محمد هاني، لانه ماتش يانج افريكانز لانه ما قدمش الاداء المطلوب، وكان في مساحات كبيره على الجبهه بتاعته، وكان هي مصدر الخطوره على الاهلي في ماتش يانج افريكانز اللي كان في تنزانيا. مفهومه دي. ولعبت باحمد عيد. بيكهام بقى، دي الحاجه اللي انا مش فاهمها. دي الحاجه التانيه اللي انا مش فاهمها. ليه بيكهام بيلعب؟ انت عندك الجزار مدافع جامد جدا، مدافع عالي قوي، يعني التحامات اقوى منه، بيلعب كوره انا شايفها اعلى منه بصراحه. يعني انت بتقول لي ان دي نقطه قوه بيكهام الاولى عنده طلوع الكوره. انا مش شايف ان هي دي نقطه قوته بصراحه، انا مش شايف نقطه قوه. انا شايف ان ده ماشي بطريقه الصيت ولا الغنى. بيكهام ده يعني ولا طلع بالقوه ولا قوه في الالتحامات. وما تقوليش ما بقالوش كتير بينزل تدريبات. دلوقتي الجزار بقاله اسبوعين. احنا كل الناس كل الدنيا في العالم بنشوف اللعيبه في الدوري الانجليزي والدوريات الاوروبيه، وحتى دلوقتي في الزمالك بدأ النهارده بخمسه ناشئين او ما دخلش في الفرق وما اتدربش كتير. بنشوف سيمينيو مع السيتي، بنشوف جيهي وهو مدافع زيه. لا، كل الناس دلوقتي بتخش على طول. الحاجه التالته بقى اللي هتجنن كل جماهير الاهلي، ليه الشناوي بيلعب؟ ليه؟ الناس عايزه تفهم. ما هو الناس دي مش مجانين. الناس باين وبتشوف بعينيها ان ده ما بيفردش ايديه، ان ده ما بيطلعش من على الخط جونه. تعرف ان الحارس شطب كرة امتى؟ اما ما يفردش ايديه، اما يفضل واقف على خط جونه والكرة بتشاط واللعيب بيشوط من جوه الستة ياردة. دي كلها حاجات بتبين لك ان دي شطه بكوره، وانتم مصرين ان انتوا تلعبوا، وده كله على قفا جماهير الاهلي. انا مش فاهم الاهلي بيلعب ازاي في نص الملعب من اول ما زيزو اتصاب، وانا فعلا مش فاهم. احنا عارفين ان زيزو بيلعب مع المنتخب في نص الملعب، هيلعب محمد علي بن رمضان وجنبه مروان عطيه وقدامهم زيزو. اتفهم، زيزو اتصاب في اول ربع ساعه. ما بقتش فاهم بقى مين اللي بيلعب ايه. نزل حسين لعب نفس الدور. طب حسين عمره ما لعب الحته دي، يعتبر بتلعب بلعيب مش في نص الملعب. محمد علي بن رمضان مش موجود. فليه الاصرار على حاجه معروف ان هي غلط؟ يبقى انا كده اختلافي معاه. فعمرو الجزار ان هو كان المفروض يبدا على حساب بيكا، وكل الفرقه كان المفروض تلعب ما عدا الزياده اللي هو زودها في الناحيه الهجوميه زياده عن اللزوم. انت بتقابل في البنك الاهلي فريق عنده عناصر. يعني كان المفروض لو انت عايز تلعب بن شرقي وهو ده اللي الناس شايفاه، كنت المفروض شلت اوتاكا، وخصوصا ان هو ما ظهرش بمستوى ممتاز. يعني شلت اوتاكا اللي هو مش اعلى من اللي عندك باي حاجه، ودخلت بن شرقي في الجبهه اليمين. لو انت عايز تلعب بتريزيجيه في الجبهه الشمال، دخلت بن شرقي في الجبهه اليمين، ولعبت بزيزو ولعبت بتريزيجيه. الدنيا عدلت اهي. انما حته ان انا بحشي وخلاص، بجيب شويه نجوم بحطهم برميهم، طب ما مش هينتجوا. هم الجزار كان المفروض يبدا، وكان المفروض اوتاكا يخرج من الخط الامامي. دي بالنسبه لحته التشكيل. بالنسبه بقى لحته طريقه اللعب، بعد اصابه زيزو في اول ربع ساعه انا مبقتش فاهم طريقه اللعب. يعني احنا قبل ما يتصاب زيزو قلنا زيزو هيلعب قدام الاثنين بتوع نص الملعب، ان كان مروان عطيه او ان كانت محمد علي بن رمضان. مفهوم. اتصاب زيزو، نزل حسين الشحات، اول مره في حياته بيلعب الحته دي يا سروب. اكيد انت فاهم القصه دي. عمره ما حسين الشحات لعب في نص الملعب، وهو حسين مش لاقي مكانه، مش لاقي نفسه. دي بالنسبه لمركز حسين الشحات. بالنسبه بقى لطريقه الضغط اللي كان بيضغط بيها، ايمن الرمادي كان بيعمل ايه عشان يتخلص من ضغط الاهلي؟ كان بيروح جايب لك ثلاثة، واحد من نص الملعب اللي عنده اللي هم الثلاثة، ان كان سعيدو او ان كان محمد ابراهيم، بينزل جنب الاثنين سردباكين في عمليه التحضير. انت كنت بتعمل ايه كاهلي؟ كنت بتضغط ازاي؟ كنت بتحط اوتاكا مع واحد من المدافعين، وزيزو مع واحد من المدافعين، وكنت تحط على الشمال بن شرقي وعلى اليمين تريزيجيه. دي بالنسبه للضغط. فكان على طول اما هو بينزل واحد تالت كان بيبقى فاضي، فكان بيقدر يخرج بالكوره. طب ما كانش فاضي دي، كنت انت بتضغط على الاثنين المدافعين، كانوا بيطلعوا الكوره على طول للعيب من لعيبه نص الملعب. انت حسين الشحات مش لاقي نفسه زي ما قلنا في نص الملعب، فكانوا هما بيبقوا 3-2 برضه في نص الملعب مع اداء محمد بن رمضان الواقع جدا. فكان بيبقوا سعيد سمبوري ومحمد ابراهيم، لو واحد فيهم ما نزلش يستلم كانوا بيبقوا الاثنين في نص الملعب على مرمى عطيه، كانوا بيقدروا برضه يطلعوا بالكوره. فانت عندك بلعبك وحشوك في الهجوم خسرت نص الملعب وبذكاء ايمن الرمادي. لما انت كنت بتضغط جامد كان بيلعب بثلاثه في قلب الدفاع وفي عمليه التحضير، فكان بيخسرك برضه الضغط. تك 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 تك، ضربوا وسط الملعب بتاع الاهلي وهجوم الاهلي، ووصلوا اللي خدوا فاول. مبولي حطها عالميه على القائم القريب، دخل مصطفى شلبي حط الكوره. طبعا زي ما احنا عارفين الشناوي ايديه لازم تكون عامله كده، يعني ايديه ما ينفعش تتفرد عن كده.
الناس جمهور الاهلي هيتجنن بسبب الولاد ده. احمد عيد بالنسبه لتقييمات الانتقالات بتاعت الاهلي في يناير، احمد عيد يفرق إيه عن اللي عندك؟ هو انت بتجيب عشان يقولوا جاب؟ ما بحبش انا الطريقه دي بصراحه في التعاقدات. هو بيجيب عشان يقولوا جاب. الواد خطفه من على القريبه ولا خطفه عيل صغير. الولد ده قتل الجبهه، يعني قتل الجبهه في الناحيه الهجوميه. ما اكتفاش بقتله للجبهه في الناحيه الهجوميه، غلط في الجول ومصطفى شلبي قطع قبليه من على الكام القريب وخطفه بمعنى الكوره كده. انت بتلعب الف ب كوره. انت كفريق البنك الاهلي نزل ضغط عليك وخضك. بالنسبه بقى لبيكهام، بيكهام المفروض ان هو نقطه قوته التحضير. الاهلي طبعا اتفاجئ من ضغط البنك الاهلي، فالمفروض بقى يروحوا لمين عشان يطلعهم بالكوره في اللعيبه اللي بتلعب ورا دي؟ بيكهام يطلعني بالكوره. في حاله غياب هاني هعتمد على بيكهام ان هو المفروض نقطه قوته الاولى الطلوع بالكوره. ما لقيتوش. غلط في كوره كان هيديها لمصطفى شلبي، كان هيسجل بيها الثاني لو كان رفعها بسرعه. وغلط في واحده ثانيه بعدها على طول برضه لمصطفى شلبي. يعني غلط في كورتين بعد الجون واحده وقبل الجون واحده كانوا ممكن يغيروا الماتش لو اتعمل فيهم مصطفى شلبي احسن من كده. فده بالنسبه لبيكهام واحمد عيد. احمد عيد كان جبهه البنك الاهلي. مصطفى شلبي كان ملتزم جدا مع اشرف بن شرقي، واحمد عيد ما كانش بيقدم زياده هجوميه خالص. مش اللي هو ما بيرفعش ما بيطلعش، هم كان بيطلع كان بيقف وخلاص. يعني ما فيش مره فكر يرفع كره عرضيه. صفر. عدد عرضياته صفر في الماتش. تيجي لليمه الثانيه الباك الثاني كوكا مش حافظ واجبات مركزه. ده مش مركزه باك. التغطيه العكسيه اللي بيكهام شال الكوره في الدقيقه 16 او 17، شال كوره من على خط الجون. برضه الشناوي ما ينفعش يصد، حرام. شالها بيكهام من على خط الجون. تغطيه صفر. تغطيه صفر مش موجود في الملعب. تغطيه صفر. تريزيجيه بقى الجبهه الثانيه طبعا برضه نفس الكلام، ما بيتقدم لهاش الدعم. وعندك بقى مين عمل حاجه ذكيه جدا؟ ايمن الرمادي. عارف ان مبولي مش هيعرف يلتزم في الناحيه الدفاعيه مع تريزيجيه كبير في السن ومش سريع. فعمل ايه؟ قال لاوفا تعالى انت كمهاجم واحنا ما معناش الكوره، التزم مع تريزيجيه في اللي على تريزيجيه. وخلى مبولي اللي هو المهاري وعنده لعيب اسمه صلاح بالهشام، ده لعيب اجنبي كان بيطلع ينزله الكره العاليه على مبولي ياخد وقته على الكوره ويقدر يطلع الفرق. عنده الوقوف على الكوره والدريبلينج بالكوره، يعرف يطلع الفرق ويقلب الدنيا كلها على الجبهه الثانيه عند مصطفى شلبي. فكان بيقدر يتعامل بشكل كويس ان انت بتاخد وقتك على كورتك، ما بتخسرش كورتك بسهوله. وقفلت على تريزيجيه باوفا اللعيب البارد بمعنى الكوره. البارد بمعنى الكوره دي يعني حاجه جميله جدا، ان انت يبقى عندك لعيب بريزل. ان ما قطعتش الكوره هعمل معاك فاول، ان ما عملتش فاول ما انتش معدي، لو عديت انت الكوره مش هتعدي. هو دي طريقه لعب اوفا في الماتش ده بصراحه. اللعيب من قوته وحماسته في الماتش زملكاوي قوي، يعني باين قوي. يعني لو تشوف اوفا وتشوف اي لعيب تاني، هما الاثنين مصطفى شلبي واوفا، هما واي لعيب تاني هتبص تلاقي فرق كبير جدا في الجز في الملعب. صلاح بن هشام بقى لاعب البنك الاهلي كان بينزل الكره العاليه مع انه قصير، اقصر من كل لعيبه النادي الاهلي. ليه؟ لان لعيبه الاهلي اي حد كان بيبعد عنهم خطوتين، يعني يسيبهم ويروح خطوتين يم الجون البنك الاهلي كده عشان ياخدوا الكره العاليه، ما كانوش بيكملوا معاه. الف في الكره في الدفاع، بيكهام طلع مع الولا عشان يطلعوا الكره العاليه الاثنين، يروح ياسين نازل خطوتين لتحت وبيكهام طلع خطوتين لفوق. والعكس صحيح، اما تبقى الكره العكس بيروح ياسين مرعي واخد خطوتين لقدام عشان يطلع الكره العاليه وبيكهام بيغطي ظهره. ديت حاجات ما تفهمش في ايه. اصل دي برضه مش مشاكل مدير فني، ده اساسيات كوره. ما ينفعش يبقى لعيبه اقصر من الاثنين مدافعين وينزل كره عاليه، عيب. ونزل كرة عالية لمين؟ لمبولي اللي هو برضه قصير وبياخد وقت على الكورة طول الشوط. يعني 3-4 غير لعيبة نص الملعب بتاع الاهلي اللي هو مروان عطية. ازاي كده؟ بالنسبة لجمهور الاهلي من اول تلت ساعة وباين. عشان نخلص بقى من الحتة الدفاعية بعد ما اتكلمنا على مشكلة الاهلي في اللعب ببيكهام واللعب باحمد عيد واتكلمنا على الكرات الطويلة، هتكلم بقى على رد فعل جمهور الاهلي. اي حد بيتفرج على ماتش جمهور الاهلي بعد اول تلت ساعه هيقول لك خلاص عيد ريحنا كده. هاني 45 دقيقه بعد الماتش بتاع افريقيا المفروض هاني ينزل مع بدايه الشوط الثاني. ما حصلش كده. من كتر القرف اللي بيقدمه احمد عيد جماهير الاهلي بقت هتبوس رجل محمد هاني، تحس ان هو باك ما فيش منه. الشوط الاول وبدايه الشوط الثاني لحد اخر تلت ساعه لحد الدقيقه 70 انت قاتل الجبهتين. ليه؟ ولا كوكا بيقدم زياده ولا هاني بيقدم زياده. طب انت ايه؟ انت مدرب نايم على الخط. نزل محمد هاني على الجبهه بتاعه بن شرقي، ما بقاش الاثنين على بن شرقي، ما بقاش يعقوب ومصطفى شلبي على بن شرقي، بقى واحد مع واحد. يعني اما يعقوب مع مصطفى شلبي واحد ماسك محمد هاني اللي هو يعقوبه، واحد ماسك بن شرقي اللي هو مصطفى شلبي. فبدات الدنيا تتفتح شويه. انما طريقه اللعب اللي كان بيلعب بقى الاهلي الشوط ما يتلعبش بقى خالص. نزول محمد هاني والعرضيات الكتير اللي اترفعت خلت ايمن الرمادي يخلي اوفا اللي هو اللعيب القوي دفاعيا، مع انه راس حربه وقدم ماتش قوي جدا دفاعيا في التغطيه على تريزيجيه، نقله في الدقيقه 70 او 66 اليمه الثانيه عند بن شرقي
وهاني عشان يقفل مع شلبي ويقفل مع اسحاق يعقوب على الجبهه دي. مع اني بدات افهم ليه سروب ما بيلعبش بن شرقي، عشان بن شرقي فعلا قل جامد. بن شرقي كان الاول في الزمالك وبدايه مشوار مع الاهلي يمكن ماتشين ثلاثه كان بياخد ويروح يرقص 2 و3، دلوقتي ما بيعملكش الحاجه دي. فانت لعيب معاك لعيب مهاري بس مضيع مهارته. مش مضيع مهارته، هو اي لعيب بصراحه بيروح الدوري القطري، الدوريات الخليج دي بيقل مستواه 70 80% من مستواه. فدي بالنسبه للحركه اللي عملها ايمن الرمادي، دي اثرت طبعا على جبهه تريزيجيه، خلت تريزيجيه من اول الدقيقه 66 يروح على الباك بتاع البنك الاهلي اللي هو بيتراجع زياده عن اللزوم. باك البنك الاهلي اللي كان ماسك تريزيجيه من اول الدقيقه 70 وعمال يتراجع بعد ما ودى اوفا اليمه الثانيه. فقال يعمل ايه؟ طلع مبولي ونزل، فطلع مبولي وعمل تغييره ونزل جناح تاني. الجناح اللي نزل بديله الاجنبي ما كانش بيعمل الحاجه اللي كان بيعملها مبولي، اللي هو بيقف على الكوره ويستنى يطلع الفرقه، ولا كان بيدافع بنفس قوه اوفا ولا مبولي. فبدات بقى خطوره تريزيجيه تظهر في كورتين، كوره في الدقيقه 67 وكوره في الدقيقه 70، نفس الكوره، كوره على الارض الحارس صدها وكوره ثانيه جت جول. هو ده سيناريو الماتش، هو دي قصه الماتش، حكايه الماتش. مروان اوتاكا انا مش شايف ان هو ليه فايده بصراحه جوه ال 18 او بره ال 18، مفيش اي حاجه بيعملها. يمكن المهاجم بتاع الاهلي لما نزل بدا الاهلي يرفع عرضيات عن طريق محمد هاني، بدات بقى ايه القلق والدربكه تحصل جوه دفاعات البنك الاهلي. لكن البنك الاهلي يستحق انه الحاجه الوحيده اللي بلوم عليها ايمن الرمادي اللي كانت ممكن تخرج البنك الاهلي بالثلاثه بونت هو تاخير نزول الزناري. انت بدا الاهلي يلعب عليك باثنين مهاجمين اوتاكا والفرود الاجنبي الجديد، كنت المفروض ان انت نزلت الزناري ده قبل ما يدخل فيك الجون دخل فيك في الدقيقه 84، لو نزلته في الدقيقه 80 كنت هتلعب بثلاثه، كان العرضيات دي هيقل خطورتها جامد. نفس اللي حصل في الشوط الاول، خطورات العرضيات خطورتها قليله ليه؟ لان انت عندك زياده في ال 18. هنتنقل بقى لحته التقييمات. لعيبه الاهلي محمد الشناوي ولا كره اتشاط عليه غير كره الجون دخل الجون 0/10. احمد عيد خارج الخدمه ولعيب تكمله عدد برضه 0/10. بيكهام 4/10 عشان الكره اللي شله اللي هي كانت هتبقى الجون التاني للبنك الاهلي من على خط الجون دي ياخد عشانها 4/10. انما برضه انا شايف مش من مستوى الفرقه اللي موجوده دلوقتي في الاهلي كلاعيبه وكاسامي. ياسين مرعي هو الوحيد اللي كان شايل الدفاع في الماتش ده ياخد 7.5/10 عشان حته الكوره الطويله اللي ما كانش بياخدها قصاد لعيبه اقصر منه. كوكا ما اشوفش ان ده مركزه، يفتقد لاساسيات المركز. اما لعيب يكون بيلعب باك بقاله موسمين ما بيعرفش يعمل تغطيه عكسيه يبقى اعرف على طول ان ده مش مركزه، واللعيب ضعيف ما بيرفعش عرضيات ما بيغطيش، يبقى كده 0/10. نص الملعب محمد علي رمضان. سمعت المعلق بلال علام، انت بتقول ايه يا بلال؟ انت بتقول ازاي اللعيب في الترجي كان بياخد خصائص هجوميه بس ما كانش بيدافع؟ مفيش حاجه يا حبيبي اسمها كده في الكره الحديثه. نص الملعب بيدافع ويطلع بالكوره ويهاجم، دي كده الكوره دي بقت مركبه، مراكز مركبه، لعيب ما بقاش ليه مركز محدد، مفيش حاجه اسمها تقطع الكوره وتسلم، مفيش حاجه اسمها تباصي بس. 3/10 لمحمد علي رمضان. حسين الشحات مظلوم جدا. ليه بقى؟ ما هو انت بتلعب في مكان غير مركزك. مروان عطيه لو انا مكان مروان عطيه كده انا اقرا اللي في خيال مروان عطيه كان بيقول الحقوني يا جدعان الحقوني، وكان بيشد في شعور، يعني بمعنى الكوره كده كان مخنوق دلوقتي في الشوط الاول. يعني محمد علي رمضان مش عارف يطلع الكوره، هو علي سعيد سومبري ومحمد ابراهيم كل كوره بيستلمها بيخش علي سعيد سومبري، كل كوره بيستلمها سعيد سومبري، الواد ظهره لجون البنك الاهلي وشه الجون خلاص ما اتقفل عليهم ولا طلع بالكوره ولا ضغط بيعملوه صح. هو مظلوم. هو حسين الشحات في الماتش ده، حسين الشحات مش مركزه ياخد 3/10. مروان عطيه كان بيلعب لوحده في نص الملعب ياخد 6/10. نيجي بقى لخط الهجوم. بن شرقي مستواه قليل قوي 4/10، 4/10 كتير عليه، 3/10. وتاكا 0/10، لعيب واقف في ال 18 سلبي جدا مسلم نفسه للدفاع 0/10. تريزيجيه قبل الدقيقه 70 ليه تقييم عندي، وبعد الدقيقه 70 ليه تقييم تاني عندي. قبل الدقيقة 70 ده تقييم 6 أو 5/10 بالكتير، بعد الدقيقة 70 ياخد 8.5 9. لا تريزيجيه انت قلبت الدنيا في آخر تلت ساعة، يعني لو في واحد يستحق النقطة في الأهلي إن هو ياخد نقطة أنت تريزيجيه. دي بالنسبة لماتش الأهلي وكل اللي حصل في ماتش الأهلي. هننتقل بقى لمدرسة الكرة والجمال، الفن والدلال، مدرسة الفن والهندسة نادي الزمالك. بس قبل ما ندخل في نادي الزمالك ونتكلم على الماتش، إهداء من الجمهور نادي الزمالك أغنية أسود المدرج. في الكورة أسود، جمهور أسود، ورا الزمالك في الاستاد موجود، رحنا في ده دايما معاه، بالنادي باسمه في كل بلاد الله. الواحد من زمان ما شافش الزمالك كده يا جدعان. الزمالك النهارده فتح الفصل الدراسي الثاني لطلاب كرة القدم، بدأ التعليم بدري في مدرسة الكرة في نادي الزمالك. الزمالك النهارده
اعطى الكهرباء درسا قاسيا في كره القدم، في ازاي تلعب كره هجوميه سريعه، في ازاي تضغط ضغط قوي، في ازاي تلعب كره مهاريه قدام. ثلاثي مرعب النهارده في الزمالك، كان عدي ولا ناصر ولا احمد شريف. طبعا الزمالك عندنا عليه كلام كتير. هنتكلم بقى عن المباراه. الزمالك بدأ الماتش بضغط عالي جدا على كهربة الاسماعيليه في كل حته في الملعب. هتلاقي الاثنين مهاجمين بتوعك ماسكين الاثنين سرد باكات بتوع كهربة الاسماعيليه معاهم، هتلاقي الباكات بتوع كهربة الاسماعيليه الاثنين اجنحه بتوعك معاهم، هتلاقي كل لعيب في نص الملعب قريب من التاني ومساحات قريبه وكله زي اللي قدام. دي اللي احنا كنا بنفتقده، ان احنا كان دايما عندنا مساحات بين خط الهجوم وخط الوسط وخط الدفاع. دلوقتي لا، كله زي، بص تلاقي الونش قائد فعلا في الملعب، بيروح زي خط الدفاع ورا خط الوسط ورا خط الهجوم، بتلاقي نفسك ليك شكل في الملعب. اول ربع ساعه طبعا ضغط في كل حته في الملعب. الزمالك في الدقيقه الاولى احمد شريف بيغير اتجاهه للناحيه اليمين وبيرفع عرضيه، كان لازم حد يكمل فيها من الناحيه الثانيه لكن ما حصلش توفيق ومحدش لحق. دي في الدقيقه الاولى. ده اول دقيقه بدل على الزمالك نازل عايز من الماتش، ضغط من اول دقيقه، بترفع عرضيه، لو حد كمل بس كان جاب الاول في اول دقيقه. وفي كره تانية بقى في الدقيقه الخامسه، ضغطك وان انت مقرب مساحاتك في وسط الملعب، احمد حمدي بيخش بيضغط بيعدي بيلعب تمريره في المساحه اللي بين الباك بتاع كهربة الاسماعيليه والمدافع، بتوصل لمحمد ابراهيم بيرفع عرضيه بتخبط في الحارس بتاع كهربة الاسماعيليه. لو ناصر منسي متوقع ان هتجيله كان سجل الاول للزمالك برده في الدقيقه الخامسه. فده بيدل على هويه وشخصيه الزمالك في الملعب، ان انت في اول 5 دقايق مضيع عرضيتين، لو كانوا بس في توفيق بسيط جدا كانوا جم جوان. بعد بقى مرور اول 15 دقيقه والزمالك ضاغط، بدا بقى كهربة الاسماعيليه تفوق، بداوا يدخلوا معاك في الماتش، بداوا يروحوا لجبهه خضري الباك الناشئ اللي انت عارف ان هو نقطه ضعفك في الناحيه الدفاعيه، فبداوا يروحوا يتجهوا ليه. والنهارده الزمالك كان بيلعب ب3 ناشئين في خط الدفاع، ان كان السيد المدافع او محمد ابراهيم او خضر. بداوا هم طبعا يتجهوا للجبهتين، ان كان محمد ابراهيم او ان كان خضر. اول فرصه خطيره لكهربة الاسماعيليه كانت في الدقيقه 31، مهاجم كهربة الاسماعيليه ضيع الكره بطريقه غريبه. بدا بقى الدنيا تبقى غريبه عندنا قوي في خط الدفاع بعد اول ربع ساعه. ليه بقى؟ قل الضغط، امتصوا حماسنا لعيبه كهربة الاسماعيليه، بدات المساحات تزيد. انت عندك نقطتين ضعف كبار، الاثنين الاجنحه بتوع كهربة الاسماعيليه فتحوا شوارع باسمهم على طرفين وباكات الزمالك، كانت شكلهم وحش قوي. يعني بعد مرور اول ربع ساعه، نص ساعه اللي باقيه عرضيات واي كوره بيروحوا بيها بيعدوا من الباكات. عندنا مشكله كبيره جدا، لازم بنتايج او فتوح يرجع الماتش الجاي. في الدقيقه 30 31 الونش بيتالق في عرضيتين وبينقذ الزمالك. الونش النهارده غطى على خضري تغطيات كتير جدا، كل ما بيتعدى كان بيشيل وراه ويلم وراه، وده الكابتن وده القائد لعيب فعلا. الونش النهارده استعاد مستواه، الونش النهارده رجع يقدم اداء عالي. بعد ما اتكلمنا على نقط ضعفنا الدفاعيه في حته الباكات، هنتكلم بقى على اهدافنا وهنبدا نتكلم عن حفله اجوان الزمالك النهارده. الهدف الاول للزمالك في الدقيقه 37، استغلال رائع من محمد اسماعيل لغلطه حارس كهربة الاسماعيليه، اللي من قلب دائره المنتصف محمد اسماعيل بيلعب الكره بدماغه على طريقه فان دايك، اللي بيلعب الكوره لناصر منسي، اللي بيلف ويلعب كوره لاحمد شريف، اللي بيركن الكوره بكل هدوء وسلاسه ويسجل هدف مهم وهدف فتح المباراه للزمالك. الهدف الثاني اللي كان في الدقيقه 42، كوره من الخضري، بياخد الكوره بيعمل اكنه يخش لجوه، بيحط الكوره لبره لاحمد شريف، بيحط الكوره طبق الاصل الهدف الاول، بيتصدر الحارس، بيكمل عليها الفدائي ابن فلسطين الغاليه، بيحط الهدف الثاني للزمالك وبيخلص المباراه.